السلام عليكم، واش راكم خياتي؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير يا رب العالمين. بمناسبه المولد النبوي الشريف العاده والعوايد نجيب لكم الطمينه اللي راح تكون بزاف. هي كما نقولوا اساس تاع المولد النبوي الشريف. اللي ما دارش الطمينه ما دارش المولود. المهم البنات، انا اول حاجه واش راح نجيبو سميد يكون متوسط. لازم تكون عندك سميد متوسط، وما تجيبيش هذاك الخشين، جيبي المتوسط باسكو المتوسط هو اللي يديروا به الطمينه. الخشين هذاك خلوه للمقروض. هنايا نجيبوا السميد المتوسط نديروه في المقله. انا عندي المقله العاديه، يعني اللي عندهم العدايس في الدار بكري كانوا يديروا لنا مقله كبيره سبيسيال هكذا كبيره يحمصوا فيها سبيسيالمون تاع الطمينه، يجبدوها غير في المناسبات. المهم البنات، انا عندي هذه المقيله الصغيره ندير فيها، انا دائما نحمص فيها. هنايا نديروا فيها كيما راكم تشوفوا هنايا. تجيبي السميد تاعك وقعدي ديريه اكتيف، ما ديريش تزيدي له افون بعدا يتحرق لك. لا ديري اكتيف وقعدي تحركي بهذه الطريقه. وقعدي تحركي غير بالعقل غير بالعقل حتى ياخذ لا ديغوغ تاعو يولي صفر. هنا كيما راكي تشوفي هنايا، ها وليك هكذا او الاحمر. ما تحمريش يعني بزاف حتى يولي احمر، يولي لاكولور تاعو ماشي شابه، حتى الطمينه تولي ماشي مليحه. ديريه صفيفر هكا يكون صفر، ماشي تحمري حتى يتحرق بهذه الطريقه. اهم حاجه انك تخلي السميد تاعك يبرد. يعني شوفي انا درت طبسي هكذا كبير باش يبرد. ونروح نقول لكم لي زانغريديون تاع الطمينه. عندك زبده اول حاجه، عندك العسل، وعندك حلوى الترك، وعندك هذوما يعني شريت شويه تاع الشباحات كيما هذه فيها الكاوكاو الداخل. عندك تاع الالوان هذيك فيها الشيكولا، وعندك هذه جايه كيما الحلوى يعني نجمات هكذايا دوغي وارجنتي، وهذه فيها الشوكولا الداخل. وعندك اهم حاجه هي القرفه، يعني الطمينه ما تجيش بلا قرفه. اهم حاجه فوالا. هادو هما لي زانغريديون تاع الطمينه تاعنا. هذا واش نسحقو. هنايا واش راح نوجد، راح ندير العسل. يعني ما بيت تبرد لي طمين السميد تاعي عفوا. انا راح نوجد العسل في كسرونه. انا عندي كميه ماشي كبيره، اذا ندير نصف العلبه هذه، ندير نصف ديالها فوالا هكذا، نص ديالها. وندير زوج مغارف كبار تاع العسل تاع الزبده عفوا. هنايا كاين اللي يديروا الزبده العسل ويديروا الزبده كتر من العسل. من بعد كي يحطوها في التبسيط تاعهم راح تلقاي تشوفي الزبده تجي هكا من الفوق الفوق، وكي تبرد تشوفي كوش تاع الزبده من الفوق، يعني اللي دام تشوفيه كامل من الفوق. نو هي ما ديريهاش بزاف يعني. حاولي تديري نص نص، يعني الزبده العسل كيما الزبده ما تكتريش. جامي تكتري الزبده اكثر من العسل هكذا. ومن بعد كيما راك تشوفوا هنايا نحطوهم ابتيف، نقعدوا نحركوا غير بالعقل حتى يذوب لنا هذاك الزبده كامل يذوب لنا. وهنايا اهم حاجه راح نعطيكم اون استيس اللي راهم يديروا فيها، يعني كاين الناس يدير فيها وكاين ناس ما تعرفهاش باش تجيكم طريه. يعني كاين شي سميد يحصل لكم يعني كي تاكليه يعني يحصل لك، وخاصه اذا كانت شريتي موديل شويه خشين. ديري له مغرف حتى المغرف ونص تاع الحليب هكذا. هذاك الحليب راح يطريها، يعني ماشي يطريها يعني تجيك يعني ماشي بالنسبه طمينه، لا يعني طريها غير شويه هكذا باش ما يجيش هذاك السميد يحصل. كاين شي سميد يجي حرش يحصل لك الا كليتيه، يعني باش تطري هذيك السميد ديالك ديري له هذه لاستيس تاع الحليب بزاف رائعه. وكاين راهم يديروا المزهر، لكن الطمينه ما تجيش بالمزهر، تجيب القرفه وتجيب الزبده والعسل الله ما تجيش بالمزهر. هكذا راح نحركو حتى تشوفي يعني تجانسوا المواد اللي درناهم مع بعضهم. ونروحوا نزيدوا المكونات الاخرين هكذا. هنايا واش راح ندير حلوه الترك. هنا راح نقسم ونجيب مورسو تاع حلوه الترك نفتو لداخل ونحرك باش يذوب لي، يعني باش يخلط لي. هنا مازالها هي سخونه، ما نديرش السميد مباشره باسكو اذا درتيها السميد فوق العسل وهو سخون راح تطيب لك. هنايا كي يطيب لك صح، يعني يولي ما ناشف وما يوليش طمينه. هنايا ديري هكذايا، ديري مورسو فتيه هكذا بيدك حركي مليح باش يذوب لك، يكون العسل مازالو سخون باسكو الا برد ما راح تذوب لك هكذا. معليش هي تفاصون حتى وان ما داريح مليح صح يقعدوا لك لي مورسو هكذاك لداخل تجي بنينه كي تاكليها.
هكذا بهذه الطريقه نحركوهم هكذا، ونحاولوا نبردوها شويه هكذا. رفدي شويه بيدك وهبطيها هكذا باش تبرد لك شويه العسل هكذا. فوالا راح يجي بزاف بزاف هايل. وعندها واحد البنه قمه في الروعه، قمه يا البنات. جربوها وقولوا لي جربتها وعجبتها تكتب لي راهي عجبتني، اللي ما عجبتهاش تاني تكتب لي ما عجبتنيش. يعني المهم جربيها وروحي ردي عليا بالخبر، راح تجيك بنه روعه فيها. هنا حنا نروحو نجيبو السميد تاعنا وراح نديروه بشويه، ما نديروش كلش ضربه واحده. دائما حاولي تخدمي غير بشويه هكذا باش تعرفي العبار تاعها، فهمتي؟ هكذا ندير انايا حوالي غير شويه هكذايا، ومن بعد نشوف شحال نزيد. وما شح تنشفيها. اهم حاجه تاني اللي نعطيهم لك، يعني انا نعطيكم لي كونساي اللي قد ما نقدر هكذا باش تنجح لكم، وخاصه البنات اللي ما يعرفوش. ماشي مشكل يعني نتعلموا كامل. هكذا شوفي ما لازمش ديريها ناشفه كامل، يعني تقولي خلاص راهي نزيد لها مازال ما عقدتش، لا. خلي لها دائما هذيك شويه تاع تكون جاريه شويه، فهمتي؟ ما ديريش يعني ما تنشفيهاش كامل. انا جاتني سوا قد العسل قد الطمينه راني دايرتها الوغ سوا، وهي راهي شويه جاريه ما راهيش ناشفه بزاف هكذا. شوفي كيفاش راهي، هذا هو القوام اللي نسحقوه. دوك نقرب لكم وتشوفوا كيفاش. هاي شوفي خليت لها باش الى سميت تاعي شرب لي راح تجيني سوا، ما راحش تجيني يابسه ولا تجيني ناشفه من العسل ولا ناشفه من الاخر. هكا هذا هو القوام تاعها. شوفي كيفاش. هنايا نروح نجيب لي زاسيات واش راكي حابه واش عندك، ديريها في طبسي غون طبسي كاري، يعني واش راكي حابه واش عندك هكذايا ديريها. تحبي كاين اللي يحبوا يديروا طبسي واحد، كاين اللي يحبوا يديروا دي زاسيات صغار هكذا يقسموهم على الطابله تاعهم، ماشي مشكل. انا عندي هادو طباسه مستطيله تاع زجاج، وراح نقسمهم على اثنين. نقسم هكذا على اثنين هكذا. فوالا من بعد نخليها تحكم شويه روحها، ما توسيهاش بالمغرف. دوك نوري لك كيفاش باش تحكم القاعده تاعها ويحكم لك لا فورم تاع الطبسي. ارفديها هكذا وحاولي تصغديها هكذا كيما راكي تشوفي فيا ندير انا. شوفي هكذا تتحرك، غير حركيها وحده تحكم لك لا فورم تاع الطبسي. فوالا شوفي كيفاش حكمت تمتم، حكمت لا فورم تاع الطبسي هكذا. نفس الشيء بالنسبه للطبسي الثاني هكذا نحركها غير شويه تحكم لا فورم تاعو هكا. ودوكا راح نحكم اون اسيات نخليها شويه فقط، يعني تاخد كما نقولوا القالب تاعها ونبداو نديرو في التزيين. راح نخدم واحد معكم والثاني خذوا فكره. انا واش درت هنايا، درت ساير داير حلوه الترك، ودرت هادو البواشن تاع القرع تاع الماء حطيتهم، وراح ندير القرفه. هذيك القرفه ديريها في الصفايه تاعك، وبداي تدردريها كامل فوقها، ديريها كامل فوقها حتى ديري. انا درت على شكل شموع باش تجيك على شكل شمع هكذا. ديري ديري غير شويه، يعني حاولي ما تكتريش بزاف باش ما تجيكش قرفه يعني بنتها بزاف قاصحه. غير شويه. روحي جيبي القرنفل، يعني كاين ديال بزاف راهم عندهم القرنفل. جيبي القرنفل وديريه على شكل شمعه من الفوق. فوالا دوك تشوفي كيفاش هكذا تجي على شكل شمع. انا درت على شكل هلال، يعني دورتهم هكذا على شكل هلال. انتي ديري على حسب التبسيل اللي عندك، دوريه سواء تحبي تساير دايره على التبسيط كيما حبيتي. انا نعطيك الفكره وانتي الباقي عليك. انا كنت تشوفوني دايره بزاف، جبت بزاف ليمون اللي هي هادوك تاع البلاستيك تاع الكاطو تاع اي حاجه تقدري تخدمي به. فوالا وشوفوا انا اللي درت هادوك النجيمات في الوسط هكذاك جات على شكل هلال، ونحط هادوما هكا اللي فيهم الكاوكاو ساير داير عليهم هكا. هذه كفكره اللي حبيت نديرها باش نسهل عليكم شويه الامور.
فوالا هذا هو التزيين تاع الصحن الاول. دوك تشوفوا التزيين الثاني ونتلاقاو من بعد ان شاء الله.